في عالم تسيطر عليه قوى السحر، حيث تحدد مكانة الفرد بقدراته السحرية. ولد بطلنا بدون أي موهبة في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء، ولكن القدر كان يخبئ له مصيرا مختلفا تماما. فقلوها معي، هيا بنا نبدأ سرد الحكاية. بتبتدي قصتنا مع ولد اسمه ايكي، واللي كان طالب في اكاديميه هايجين اللي تعتبر واحده من اهم الاكاديميات الخاصه بالاشخاص اصحاب القوى السحريه، واللي معروفين باسم البلايز. والاشخاص دول قادرين على انهم يشكلوا ارواحهم على هيئه دروع او ادوات قتاليه، ولو اثبتوا نفسهم للمؤسسه الدوليه بياخدوا لقب فرسان السحر. وكان ايكي بيحلم ان هو يكون فارس سحري في يوم من الايام، وفي مره بيخرج يتدرب كالعاده صديقي، وبعدها بيرجع للاوضه بتاعته مره ثانيه، ولكنه بيلاقي بنت غريبه بتغير هدومها في الاوضه. ايكي بيكون فاكر انه دخل الاوضه غلط وبيحاول يصلح الموقف المحرج اللي هو فيه ده، ولكنه بينيلها اكتر وبتديله البنت دي قلم محترم على وشه. بيروحوا بعد كده للمديره بتاعه الاكاديميه اللي بتهزوه على اللي عمله، وبتقول ان الاكاديميه بتاعتهم دي معروفه بسمعتها، وان حتى طلابهم دايما كانوا بيكسبوا في مهرجان النجوم السبعه القتالي اللي بيحدد الفرسان الاقوى، ولكن مؤخرا ما بقوش ياخدوا مراكز كويسه، وعشان كده اخذت منصب المديره علشان تنظم المدرسه، ولكنه جاي يعمل مشاكل في اول يوم اتعينت فيه. فبيقول لها ان هو مستعد يتحمل نتيجه اللي عمله، وعشان كده بتدخل البنت عندهم واللي كان اسمها ستيلا فارميليون، ودي اصلا اميره لدوله اجنبيه. فبيعتذر لها ايكي اول لما بيشوفها، وبيقول لها ان ما كانش يقصد يتصرف بالشكل ده، هو مستعد لاي عقاب هي تحبه. فبتعجب ستيلا بشهامته، وبتقول ان هي كانت ناويه تخلي الموضوع ده قضيه دوليه، ولكنها مستعده تسامحه لو عمل طقوس اسمها الهاري كاري. والطقوس دي اشبه بطقوس انتحاريه بيعملها المحارب بعد ما يرتكب اي جريمه شنيعه. الواد بيتصدم يا عيني وبيقول لها هو انت بتهزري مش كده، لكنها كانت بتتكلم بجد جدا، وبتقول له انت قلت انك مستعد تعمل اي حاجه. بيقول لها ده كان كلام انا كنت برضيكي بيه وخلاص، وبعدين وانا هضحي بحياتي علشان موضوع زي ده، ويا ريته موضوع يستحق اساسا، ده ما خدش ثواني. بتتعصب ستيلا وبتقول له انه عمي، ودخل اوضتها واتجسس عليها وكمان بجح. فبيتصدم الواد وبيقول لها دي اوضتي على فكره، وكانت لسه تتعصب عليه تاني، ولكن المديره بتتدخل في الوقت ده وبتوضح سوء الفهم اللي بينهم. بتقول لهم ان هم هيبقوا زمايل في الاوضه دي بدايه من النهارده، وطبعا بيتصدموا في البدايه، ولكن ايكي كان مستغرب من حاجه تانية، وهي ان الطلاب اللي بيكونوا في نفس المستوى بيكونوا زمايل في الاوضه، وعشان كده بيسال المديره ليه ستيلا معاها رغم ان هي طالبه من المستوى ايه. اما هو فواحد ما نجحش في الامتحان، فبتتصدم ستيلا وبتقول له هو انت فشلت في الاختبار، فبيرد عليها بكل فخر بيقول لها ايوه انا في المستوى اف، والقوه الوحيده اللي ممكن استخدمها هي تقويه قوتي الجسديه، اما قوتي السحريه فتقريبا 10 المعدل بتاعي. بتكمل المديره وبتقول لها ان كل قدراته الباقيه كانت بنفس المعدل، وعشان كده اخذ لقب اسوأ طالب في الاكاديميه. بعدها بتجاوب على سؤاله وبتقول ان هو اضعف واحد في الاكاديميه، اما ستيلا فملهاش منافس، وعشان كده وجودهم مع بعض هيكون كويس. بتوافق ستيلا ان هي تعيش معاه في نفس الاوضه، ولكن بتقول له ان عندها 3 شروط. الاول انه ما يتكلمش معاها، والثاني انه ما يفتحش عينه ولا يبص لها، اما الشرط الثالث انه ما يتنفسش. فبيتخانق معاها وبيقول لها ان بالشكل ده هيموت ولازم يتنفس على الاقل، ولكنها بتفضل تتخانق معاه. فبتقرر المديره انها تحل الخلاف ما بينهم، بتقول لهم انه يحل الموضوع ده عن طريق معركه وهميه، والفائز ممكن يحدد القواعد. وبالفعل ايكي بيوافق، ولكن ستيلا بتقول له يا ابني انت في المستوى اف ومش هتقدر تهزم حد زي من المستوى ايه، ولكنه بيفضل مصمم وبيقول لها مش هنعرف غير لما نجرب نقاتل. بتتعصب وبتقول له ماشي موافقه، بس وقتها اللي هيخسر لازم يكون الخادم اللي عند التاني طول حياته، ولازم يطيع كل اوامره زي الكلب. بيتصدم ايكي من الجنان اللي هي بتقوله، وبيقول لها مش شايفه انك بتبالغ شويه، ولكنها بتفضل مصممه فبيضطر يوافق. بيروحوا بعد كده لساحه المعركه، وكل واحد فيهم بيكون مصمم يكسب التاني، مش عشان الرهان وبس، لا وكمان ان كل واحد فيهم عنده هدف ومحتاج يثبت انه الاقوى علشان يحققه. بس قبل المعركه بتتكلم ستيلا مع ايكي وبتقول انا سمعت انك ما كنتش عارف تحضر تمارين القتال العمليه لان معدلاتك كانت قليله جدا، وعشان كده بتنصحه انه يشيل فكره انه يبقى فارس سحري من دماغه. فبيقول لها ان عندك حق، ولكن برضه انا مش هتنزل عن النزال ده. فبترد عليه وبتقول له هو انت من الناس اللي شايفين ان المجهود ممكن يهزم الموهبه؟ فبيقول لها ايوه بالظبط. فبتتضايق لانها بتبذل جهد كبير هي كمان رغم موهبتها، بس الناس مش بتشوف ده. ومن هنا بتبدا المعركه، وبما انها معركه وهميه فما فيش حد فيهم هيتصاب اصابه حقيقيه، وعشان كده بيقرروا يطلقوا العنان لنفسهم. بيخرجوا كل قوتهم هما الاثنين، فبتبدا ستيلا بالهجوم بالسيف الناري بتاعها، ولكن ايكي بيصد هجماتها بكل ثبات، ولكنه اول شخص يلاحظ ان هي اسلوبها ده مش مجرد موهبه، وانها بذلت جهد كتير علشان توصل للمستوى ده، وعشان كده ستيلا بتتفاجئ، لكن بتقول ان ده مش هيخليه يكسب برضه. ولكن ايكي بيقدر يكتشف اسلوب قتالها وبيعرف نقطه ضعفها وبيهجم عليها بكل قوته، ولكن للاسف مش بيقدر يصيبها بسبب قدراته السحريه الضعيفه. وقتها بتقرر ستيلا تستخدم كل
كل قدراتها السحريه علشان تتغلب عليه، ولكن ايكي بيتفادى هجماتها وبينطلق للهجوم عليها، ولكن المره دي بيقدر يصيبها ويهزمها. بتفقد ستيلا الوعي لانها استخدمت كل قوتها السحريه، وبيقع ايكي هو كمان من التعب، وبتدخل ستيلا المستشفى وبتروح المديره علشان تزورها. بتطمن عليها وبتعرفها ان ايكي تعبان هو كمان لانه استخدم كل قوته برضه. فبتسالها ستيلا ازاي حد من المستوى اف بس قدر يعمل كل ده. فبتقول لها المديره ان المستوى بيتقاس عن طريق قدراتهم السحريه، انما قدراتهم القتاليه وتحركاتهم مش بتاثر في التقييم، وعشان كده عمري ما ايكي هياخد التقييم اللي يستحقه. بتحس ستيلا بالشفقه عليه لانه مضطر يعيد السنه بسبب النظام اللي مش مقدره. فبتقول لها المديره ان في فرص كتير قوي اتاخدت منه، ولكن فضل واثق في نفسه، بيحاول دايما انه يتقدم للامام. وبتقول لها ان هي هتتعلم منه حاجات كتير بوجودها معاه. بترجع ستيلا الاوضه وبتلاقي ايكي نايم، فبتحس بالفضول ناحيته وبتقرب منه، ولكن ايدها بتتحشر تحته بالغلط ومش بتقدر انها تشدها. بيصحى ايكي فجاه وبيستغرب لما بيشوفها في الوضع الغريب ده، فبتحس ستيلا بالاحراج وبتقوم بسرعه، ولكنها بتخبط راسها وبتتصاب. بس بعدها بيفهم ايكي سوء التفاهم اللي حصل وبيعالج اصابتها البسيطه، فبتعتذر له لانها استهونت بيه وما حاولتش تشوف ذاته الحقيقيه، وده اللي خلاها تخسر النزال. فبيقول لها حلو دلوقتي بقى استعدي علشان تكون الخديمه بتاعتي. فبتتصدم وبتقول له خديمه ايه؟ بيقول لها وانت نسيت الاتفاق بتاعنا. فبتقول له ده كان اي كلام، شوف يا اخي لما الدنيا تلف. لكن ايكي بيفضل مصمم وبيقول لها شكل عائله فارميليون الملكيه مش بتوفي بوعدها. فبتتعصب وبتقول له لا طبعا بنوفي بوعدنا وهعمل اللي انت عايزه مهما حصل. فبيضحك وبيقول لها دي بس انا عايز نكون صحاب وزمايل مش اكتر. فبتتفاجئ ستيلا وبترتبك وبتقول له ان هي ممكن تغير الاوضه لو حس بالارتباك، ولكنه بيقول لها مفيش داعي لده، وبتوافق ان هم يكونوا اصحاب وبتخليه يندهلها من غير القاب. وبتروح تتدرب معاه تاني يوم الصبح، واثناء التدريب بتلاحظ ستيلا ان ايكي مبسوط، فبتساله عن السبب. فبيقول لها ان اخته الصغيره هتدخل الاكاديميه بتاعتهم النهارده وانه هيقدر يشوفها اخيرا، فهو ما قابلهاش من 4 سنين. بعد ما بيخلصوا التدريب بيروحوا الاكاديميه علشان يحضروا دروسهم، واول درس بيقابلوا فيه المعلمه يوري المسؤوله عنهم، وبتعرفهم ان كل سنه بيتم اختيار ممثلين المدرسه بتاعتهم عن طريق نقاط الجداره، ولكن السنه دي قرروا غيروا النظام وكل الطلاب هيشاركوا في معركه الاختيار، واعلى 6 من بين الفائزين هيكونوا الممثلين للمدرسه. والمعارك الداخليه للمدرسه هتبدا الاسبوع اللي جاي، وهيبعتوا لهم مواعيد المعارك والخصوم بتوعهم عن طريق الايميل. هيكون في 10 مباريات لكل شخص، يعني تقريبا كده كل واحد فيهم هيكون عنده مباراه كل 3 ايام. بيتفاجئ الطلاب من العدد، فبتعرفهم ان اللي مش عايز يشارك ممكن ينسحب من غير ما ياثر على درجاته، ولكن هتكون فرصه كويسه ليهم، وده لانه فرصهم في الفوز متساويه، وعشان كده بتشجعهم يبذلوا كل مجهودهم. بس المضحك في الموضوع ان بعد تشجيعها ده بتفقد الوعي وبتنزف من كتر الارهاق. فبياخدها ايكي وستيلا للمستشفى وبيطلب منها ايكي ان هي تاخد بالها من نفسها، وبيقول لستيلا ان المعلمه يوري دي هي السبب في قبوله في المدرسه، لكن يوري بتقول ان هو اتقبل في المدرسه بسبب قدراته بغض النظر عن اللي حصل في السنه اللي فاتت. يعني بتتكلم ستيلا معاه بعد ما بيمشوا وبتساله اذا كانت السنه اللي فاتت وحشه للدرجات دي، فبيقول لها انه ما كانش عارف يشارك في الدروس بسبب نقاط الجداره. ولكن قبل ما يكمل فجاه بتجري بنته وبتمسك ايده وبتطلب منه ان هي تتكلم معاه شويه. فبيتفاجئ وبيسالها هي مين، فبتقول له ان هي زميلته في الصف واسمها كابي، وانها معجبه بيه من ساعه ما شافت المعركه الوهميه بتاعته. بتقول له انها بتفكر تعمل نادي صحافه وعايزه يكون على الصفحه الاولى من العدد الاول، وعشان كده بتطلب يعمل مقابله معاها. ابننا المحترم بيرد عليها وبيقول لها ان هو مش مثير للاعجاب للدرجات دي يعني، ولكنها بتفضل مصممه. فبتحس ستيلا بالغيره، بتقول له ما تخليها تعمل معاك المقابله يا عم وتخلصنا، وبتسيبه وبتمشي. فبيعتذر ايكي من البنت وبيجري ورا ستيلا وبيحاول يوقفها، ولكن فجاه بيسمع صوت بنت بتنادي عليه وبتقول له اخيرا قابلتك، وبيكتشف ان البنت دي هي اخته الصغيره واللي اسمها شوزوكو. اول لما بتشوفه بتسلم عليه، ولكن ستيلا بتحس بالغيره من قربها الشديد منه وبتبعده عنها. بيبداوا يتخانقوا مع بعض وبتتعصب شيزوكو وبتسالها انت بتتدخلي في علاقه الاخوات باي حق. فبتزعق ستيلا بكل فخر وبتقول لها بصفه الخديمه بتاعت ايكي وكمان زميلته في الاوضه. فبتتفاجئ شيزوكو لما بتعرف انها مع اخوها في نفس الاوضه وبتخرج سلاحها وبتقرر تتخلص منها، ولكن ايكي بيقول لها استهدي بالله. بيحاول يوقفها لان ما ينفعش تستخدم السلاح في نص المدرسه، ولكن ستيلا بتعلي الموضوع اكتر هي كمان وبتخرج سيفها وبتقرر تقاتلها. بينطلقوا للهجوم على بعض، فبتعاقبهم المديره بعد ما بتعرف وبتخليهم يمسحوا حمامات المدرسه كامله لمده اسبوع لانهم خالفوا القواعد، لكنهم مش بيبطلوا خناق. ورغم ده بتحاول شيزوكو انها تبعد ستيلا عن اخوها وبتقول لها بلاش تعمل نفسها قريبه منه لانها عمرها ما هتفهم مشاعره ابدا، مش هتفهم احساسه بعد ما كانوا بيعاملوه في العيله وكانه مش موجود اصلا. بتتصدم ستيلا وبتسالها تقصد ايه بالكلام ده، ولكن شيزوكو بتستوعب ان هي وقعت بلسانها وهي بتتكلم، فبتسيبها وتمشي. بتقول لها بلاش تقرب من اخوها وخلاص. بعدها بترجع الاوضه وبتقابل زميلها واللي اسمه ناجي، وبتروح ستيلا هي كمان للسكن، ولكن في الطريق بتقابل ايكي فبتساله عن كلام اخته. بيتفاجئ في البدايه ولكنه بيقول لها انه كان ناوي يكلمها في الموضوع ده على اي حال، وبيبدا يحكي لها قصته. بيسالها اذا كانت تعرف الساموراي ريوما، فبتقول له ايوه ده القائد اللي قاد اليابان للنصر في الحرب العظيمه السابقه. فبيقول لها ان ده يبقى جده الكبير والشخص اللي بيهدف يكون زيه. بيكمل كلامه بيقول لها ان عيلته دي انتجت بلايزر مميزين جدا جيل بعد جيل، ولكن هو الوحيد اللي ما كانش عنده اي موهبه، وعشان كده ابوه وعيلته بيعاملوه كانه مش موجود. ما كانوش بيعملوا حسابه حتى في الكراسي اثناء الاجتماعات العائليه، وكان بيضطر يتفرج عليهم من بعيد. ولكن في سنه من السنين في حفله السنه الجديده ما قدرش يتحمل اكتر من كده، قرر يخرج من البيت وما كانش عنده اي مكان يروحه، ولكن في عاصفه شديده حصلت وتاه، وكان فاكر انه هيموت وكان متضايق انه هيموت بالشكل ده. في اللحظه دي
ظهر الساموراي ريوما قصاده وقال له انه عارف انه محبط وطلب منه ما يتخلاش عن احلامه وما يستسلمش، وان اي انسان يقدر يعمل اي حاجه لو رفض الاستسلام. فهو حتى وصل للقمر رغم انه ما عندوش اي اجنحه هيطير بيها، ورغم ان دي كانت مجرد كلمات ولكن ايكي كان فاكرها بالحرف، والكلمات دي هي اللي انقذته، عشان كده قرر يبقى زي جده. ولما يقابل ناس من نفس وضعه يقول لهم نفس الكلام، ولكن علشان يعمل ده فهو محتاج يبقى قوي زيه. بتساله ستيلا اذا كان ده السبب اللي مخليه عايز يبقى فارس سحري، فبيقول لها ايوه، ولكن مفيش حد بيعلمه اي حاجه، وعشان كده اتدرب لوحده لحد ما قدر ينضم للاكاديميه. لكن عيلته ما عجبهاش فكره ان فاشل زيه يبقى فارس وضغطوا على المدرسه. اضطر المدير في الوقت ده انه يخلي مقدار القوه شيء اساسي لحضور الدروس، وعشان كده ما عرفش يتخرج لحد دلوقتي. لكن لحسن الحظ المدير اتغير، ولكن مضايقات العيله لسه مستمره، ولكنه ما استسلمش رغم ده. فبتتاثر ستيلا بكلامه وبتشجعه. اما شيزوكو في الوقت ده كانت بتتكلم مع ناجي وبتحكي له عن ايكي، وبتقول له ان هي كرهت عيلتها لما اكتشفت ازاي بيعاملوه بفظاعه. قررت ان هي تعوضه وتديله كل الحب اللي هو محتاجه بنفسها، ولكن بعدها بتستوعب ان هي خدت راحتها وحاجات زياده مع ناجي. بتعتذر له ولكنه بيقول لها تاخد راحتها وانها ممكن تتكلم معاه في اي وقت. بيمر الوقت وبيقرب ستيلا وايكي من بعض اكتر، وبيبداوا يقاتلوا ويتدربوا مع بعض بشكل مستمر. وفي يوم بعد التدريب بتوصل رساله لستيلا من المدرسه، وكان مكتوب فيها اسم الخصم بتاعها وميعاد المباراه. بيقول لها ايكي انه شاف الخصم بتاعها وهو بيقاتل مره، وكان لسه هيعرفها معلومات عنه، ولكنها بتوقفه. بتقول له ان هي مش من نوعيه الناس اللي بيحبوا يعرفوا معلومات عن خصومهم، فهي بتعتبر المعركه دي كتدريب للمستقبل لما تواجه بلايزر مجهولين. ورغم ان دي الطريقه اللي بتتعامل بيها، ولكنها شايفه ان البحث عن معلومات الخصم تعتبر حاجه كويسه برضه. فبيرد عليها وبيقول لها ان من الغريب ان هم يكونوا متفقين على رغم اختلافهم، وبعدها بيقوم علشان يروح للحصه. لكن ستيلا بتناديله، وكانت لسه هتعرض عليه ان هم يخرجوا مع بعض تاني يوم بما انه اجازه، ولكن فجاه كلامهم بيتقطع لما بتوصل رساله لايكي. وفي البدايه بيفتكروا ان هي رساله بتعرفه خصمه، ولكن للاسف ما بتكونش كده. وستيلا بتتصدم لما بتلاقي رساله من شيزوكو بتطلب من ايكي انه يخرج معاها، والمفاجاه الاكبر ان ايكي بيوافق. وعشان ايكي ما يزعلهاش بياخدها معاه وهو خارج مع شيزوكو، وبيتفاجئ كمان لما بيلاقي شيزوكو جايبه ناجي معاها. وكالعاده لما ستيلا وشيزوكو بيقابلوا بعض بيفضلوا يتخانقوا مع بعض زي ناير ونير. اما ناجي فبيسمهم يتخانقوا مع بعض، وبيعرف نفسه لايكي وبيقول له ان هو زميل شيزوكو في الاوضه. وبعد ما بيخلصوا تعارف بيروحوا كلهم للتسوق. في الطريق بتمسك شيزوكو ايد ايكي وهي ماشيه، فبتتصدم ستيلا وبتسالها انت بتعملي ايه، فبتقول لها ان هي ماسكه ايد اخوها زي اي اتنين اخوات عادي. فبتحاول ستيلا تمسك ايد ايكي، ولكن شيزوكو بتحرجها وبتقول لها مش طبيعي انك تمسكي ايد اي حد غريب الا لو عندك مشاعر خاصه ناحيته. فبتتكسف ستيلا وبتقول لها لا انا مجرد خديمه عند ايكي. المهم بيكملوا تسوق وبيروحوا ياكلوا في مطعم من اقتراح ناجي، وبيكتشفوا ان ناجي يعرف معلومات كتير عن المحلات. بعد ما بيخلصوا اكل بيروح ايكي للحمام مع ناجي، وبيقول ان من الغريب ان اخته فاتحه له قلبها بسرعه كده، فهي حساسه وبتتكسف ومش بتتعود على الاشخاص الغريبه بسرعه، وخصوصا الرجاله. فناجي بيقول له رجاله ايه يا عم، ده انا ناجي يعني ده هاني. فساعتها ايكي بيحس بالتوتر وبيقرر يتجاهل كلامه ويشكره ان هو واخد باله من اخته. لكن فجاه اثناء كلامهم بيحس ناجي ان في صوت غريب جاي ناحيتهم. فجاه بيظهر مجموعه اشخاص باسلحه فتاكه وبيدمروا الحمام تماما علشان يتخلصوا من اي حد فيه، وبعدها بيمشوا علشان يكملوا مهمتهم. لكن لحسن الحظ ناجي استخدم قدرته قبل ما يدخلوا، واخد ايكي واستخبى في الظل بتاعه. وبعد ما العصابه بتمشي بيخرجوا، وبيستخدم ناجي الظل علشان ينقلهم لبره الحمام. بيروحوا لاوضه المراقبه ويكتشفوا ان الموظفين متخدرين، فبيتكلم ايكي مع مديره الاكاديميه علشان يعرفها الوضع. لكنها كانت عارفه بالفعل، وبتقول ان الشرطه محوطين المكان، وبتعرفوا ان الاشخاص دول عباره عن منظمه اجراميه وطالبين مبلغ كبير جدا من الفلوس علشان يسيبوا الرهاين اللي معاهم. لكن ايكي بيشك في نواياهم لان في طريقه اسهل من دي ان هم يجمعوا بها الفلوس، وبيحس ان هم عايزين يرعبوا الناس ويسيطروا عليهم مش اكتر. وعشان كده بتسمح له المديره هو واصحابه ان هم يستخدموا ادواتهم الروحيه بره المدرسه، ولكنها بتطلب منهم ما يطوروش برضه. في الوقت ده العصابه بتسيطر على المول، وكانوا واخدين الاطفال والبنات كرهاين، حتى انهم واخدين شيزوكو وستيلا وما كانوش عارفين انهم بلايزر. وعشان كده بتستغل شيزوكو الموضوع وبتقول لستيلا ان عندها خطه، لكن بتطلب منها مساعدتها علشان تبعد انتباههم عنها على ما تنفذها. بس فجاه وفي نفس الثانيه بيشوف واحد من العصابه بيضرب بتتوسل له ما يأذيش اطفالها، وبعدها بيضرب ابنها الصغير كمان لما بيدافع عنها. بيقرر يتخلص منها وبيهجم عليها بطلقات ناريه، ولكن ستيلا بتتدخل في الوقت ده وبتنقذ الولد وبتتخلص من الطلقات عن طريق النار. بيتعصب الراجل وبيحاول يهجم عليها اكتر من مره، ولكنه مش بيقدر يصيبها بسبب رداء الامبراطوريه اللي لابساه. فبتقول له ستيلا انها مش عايزه تقاتل وعايزه تتكلم مع الزعيم مش اكتر. وقتها الزعيم بيظهر فعلا وبيهزق الراجل اللي ضرب الام وابنها، وبيقول له انا قلت لك ما تلمسش الرهاين. بيتوتر وبيقول له الواد ده ضربني بالايس كريم، فبيتريق الزعيم عليه اللحظه، ولكن بعدها بيقول له ان الواد ده مش متربي ودي غلطه اهله، وعشان كده لازم يعاقبوا الام. بعدها بيمسك المسدس بتاعه بيهدد بقتل الام، فبتحاول ستيلا توقفه بالكلام ولكنها مش بتقدر. بتضطر تهجم عليه علشان توقفه، ولكنها بتكتشف انه كان بيستدرجها لعنده، واول لما بتهجم عليه بيصد هجومها بايده الشمال، وبعدها بايده الثانيه بيضربها بنفس القوه بتاعه هجومها. بيعرفها ان دي اداته اسمها خاتم الحاكم، والخاتم ده بيجمع كل الهجمات اللي جايه ناحيه ايده الشمال وبيعتبرها كجريمه، وبيخرج نفسه
نفس القوه كعقاب من ايده اليمين، ورغم ان ستيلا اتضربت بنفس قوه هجومها الا انها بتقوم تاني وبتكمل دفاع عن الناس. والزعيم ابن الخنزيره بيبتزها وبيقول لها انها تقدر تنقذ الناس لو اتجردت من كل هجومها ونزلت على ركبتها واعتذرت له. في الوقت ده كان ايكي مستخبي مع ناجي علشان يساعده في تنفيذ خطته، ولكن ايكي بيتعصب اول لما بيسمع ده وكان ناوي يتدخل، ولكن ناجي بيوقفه وبيقول له يهدى. لحسن الحظ بتكمل شيزوكو خطتها وبتقدر تفعل حاجز سحر حوالين افراد العصابه وبتعزلهم عن الناس، وساعتها ناجي بيحرر ايكي وبيخليه ينطلق للهجوم على العصابه. فبيحاول افراد العصابه ان هم يهجموا عليه بالرصاصات ولكنه مش بيقدروا يصيبوه، وبينطلق ايكي بكل سرعته. فاقل من لحظه بيهجم على ايد الشمال بتاعه الزعيم وبيمنعه من استخدام خاتم الحاكم بتاعه وبيتخلص من افراد العصابه بالكامل. لكن فجاه بتخرج واحده من العصابه كانت مستخبيه ما بين الرهاين وبتهددهم بقتل واحده عجوز، ولكن قبل ما يعملوا اي حاجه فجاه بيهجم عليها ولد من بعيد وبعدها بيخرج يقابلهم. بنكتشف انه طالب معاهم في الاكاديميه اسمه كاريهارا وكان ايكي الوحيد اللي يعرفه. فبيروح ايكي يشكره على انقاذهم، فبيستغل كاريهارا الفرصه علشان يتباهى بنفسه وبيتريق على ايكي وبيقول له هو انت لسه ضعيف زي ما انت. بتتعصب ستيلا وبتقول له ان ايكي قوي وحتى هو مش هيكون ند ليه. فبيضحك كاريهارا بسخريه وبيقول لايكي ما تقول لها انك الجبان اللي هرب لانك كنت خايف جدا من مواجهتي في المعركه. بيقول له يفتح موبايله ويشوف الرسائل، فبيكتشف ايكي ان كاريهارا هيكون خصمه في اول معركه. كاريهارا هو الشخص اللي مثل المدرسه في مهرجان النجوم السبعه السنه اللي فاتت، وبيقول له بلاش تهرب زي السنه اللي فاتت بقى يا اسوأ الطلاب. بيفوت الوقت وبتبدا مباريات التاهل لمهرجان النجوم السبعه، وبيجي ميعاد مباراه ستيلا الاولى وبتفوز فيها بكل سهوله. بترجع بعدها الاوضه عند ايكي وبتلاحظ انه عمال يتفرج على فيديوهات مباراه كاريهارا علشان يكتشف تقنياته. والتقنيه بتاعت كاريهارا دي هي تقنيه المنطقه الخفيه اللي مش بس بتخليه مخفي ولكن بتمحي وجوده واي روائح خاصه بيه. يعني من الاخر كده دي تقنيه تمويه مثاليه. ولكن ستيلا ما كانتش معجبه بطريقه قتاله تماما، فبيقول لها ايكي ان كاريهارا كان هينسحب لو كنت خصمه على اي حال، لان الهجوم بتاع ستيلا واسع المدى وممكن يهزم المنطقه الخفيه بسهوله. وده غير انه عمره ما قتل خصوم بالشكل ده قبل كده، وبسبب اسلوبه الغير فروسي في القتال كان عنده لقب الصياد، وللاسف يعتبر اسوأ خصم ممكن ايكي يواجهه. فبتحس ستيلا بالقلق عليه وبتساله اذا كان هيكون بخير، فبيقول لها ما تقلقش لانه لا طريقه للتغلب عليه واكيد هيفوز. فبتشجعه وبتقول له ان هي واثقه فيه. بيخرج ايكي للتدريب وبيقابل ناجي اللي بيطلب منه يتكلم معاه شويه، وبيقول له ان سمع السنه اللي فاتت ان كان في خلافات ما بينه وما بين كاريهارا. فبيقول له ايكي ان المدير السابق كان عنده علاقات مع عيلته وحاول يلاقي اي سبب يخرجه بيه من المسابقه، وعشان كده كاريهارا حطه في دماغه. وقبل بدايه المهرجان السنوي قرر يقتله في نص المدرسه بحجه ان هو لو هزمه بالشكل ده المدرسين هيعترفوا بقوته وممكن يسمحوا له يحضر الدروس. ورغم ان ايكي رفض ولكن كاريهارا هجم عليه غصب عنه وما اكتفاش بضربه واحده بس، ولكن فضل يهجم عليه اكتر من مره ومحدش اتدخل ولا ساعده. وده لان ايكي يعتبر اسوأ طالب في المدرسه وقرر ما يقاومش ولا حتى يخرج السلاح بتاعه او حتى يتفادى الهجمات علشان وقتها كان هيعتبره مشارك في القتال. فبيسالوا ناجي عن خطته لو الظروف حواليه ما اتغيرتش، فبيرد ايكي وبيقول له انه مش هيوقف غير لما يسبق قوته للكل ومهما كان عدد السنين اللي محتاجها. بيجي يوم المعركه وايكي رغم ان كان باقي وقت كتير قبل المباراه ولكنه بيقرر يروح لغرفه الانتظار علشان يعرف يركز. بتظهر له رساله على شاشه المرور بتحذره ان المباراه دي فيها خطر حياه على حياته بما انها مباراه حقيقيه، ولكنه بيوافق رغم ده من غير اي تردد. بس فجاه بتظهر واحده من المعلمين اسمها نيني وبتقول له ده قرار سريع ومتهور وفي العاده في طلاب كتير بيترددوا. فبيقول لها انه احتاج وقت كتير علشان يوصل للمباراه الرسميه وعشان كده ما عندوش اي شك في الموضوع. وكمان بيقول لها انه يعرفها ويعرف ان هي واحده من معارف المدير السابق وشغاله بدوام جزء السنه دي. بتنبهر نيني وبتحاول تقرب من ايكي لكن المديره بتوصل في الوقت ده وبتنقذه منها. بيدخل ايكي لاوضه الانتظار وبيحاول يتمالك اعصابه ويركز لانه اخيرا وصل للمباراه الرسميه بعد معاناه كبيره وعشان كده ما عادش ينفع يخسر بسهوله. بعد شويه بيجي وقت المباراه وبيحضر ناس كتير لانها معركه بين واحد من اقوى الفرسان وضد طالب من المستوى اف، ولكن الطالب ده اخذ اهتمام كبير لانه هزم ستيلا مؤخرا. بتبدا المعركه وبيستخدم كاريهارا قدره المنطقه الخفيه وبيحاول يهجم على ايكي بالاسهم بتاعته، ورغم ان ايكي مش شايفه ولكنه بيقدر يصد هجماته. بيرد له واحده كمان من الهجمات بتاعته وده معناه ان ايكي عارف مكانه، لكن كاريهارا مش بيتاثر وبيستهزأ بيكي كمان وبيقول له انت شكلك عايز تهزمني بجد ولا ايه؟ فبيقول له ايكي ان ده السبب اللي جاي علشانه ومستعد علشان يصد كل اسهمه. فبيختفي كاريهارا مره ثانيه وبيهجم على مناطق متفرقه في جسمه وللاسف مش بيقدر ايكي انه يصد اي هجمه منها. بيستمر في اصابته بالهجمات ولكن ستيلا كانت شايفه ان ايكي ممكن يهزمه لو استخدم هجوم السريع، ولكن ناجي بيقول لها للاسف مش هيعرف يفكر في قرار زي ده لانه مرتبك. وبالفعل بتستوعب ستيلا ان ايكي مش بيتصرف بشكل طبيعي من البدايه بالنسبه لشخص اول مره يشارك في المباريات. بيستمر كاريهارا في هجماته وهو بيتريق على ايكي لانه الطالب الوحيد اللي مش هيقدر يتخرج من المدرسه غير لو كسب في المهرجان، وحتى الطلاب اللي اتفرجوا من المدرجات بيضحكوا عليه وبيقللوا منه. فبيتاثر ايكي بكلامهم ومش بيقاوم تماما لحد ما بيتصاب بسهم في معدته وبيقع على الارض من غير ما يتحرك. فبيهتف كاريهارا بكلمه اسوأ طالب هو وباقي الجمهور، ولكن ستيلا بتتعصب
وبتوقفهم كلهم وبتقول لهم بلاش يتريقوا على الفارس اللي بتحبه. بتقول لايكي ان ده مش وقت الاستسلام وان لازم يكون جامد قدامها دايما. وقتها بيتاثر ايكي بكلامها فعلا وبيضرب نفسه علشان يفوق ويكمل قتاله وبيراجع كل حاجه لاحظها على اسلوب قتال كرهارة واخيرا بيقدر يوقف السهم بتاعه رغم ان هو لسه مش قادر يشوفه. فبيتصدم كرهارة وبيستمر في الهجوم عليه ولكن ايكي بيصد كل الاسهم وبيقدر يحدد مكانه بالظبط وبيهجم عليه. لكن كرهارة بيحاول يقاتل بكل قوته بس في النهايه اسهمه بتخلص وبيكون عاجز تماما قصاد ايكي. لما بيروح ايكي علشان يهجم هجومه النهائي بيقرر كرهارة يعترف بخسارته لانه مش عايز يحس بالالم. فايكي بيوقف هجومه في اخر لحظه وبيفوز بالمعركه لكن بيفقد الوعي بعدها وبينتقل للمستشفى وبتفضل ستيلا سهرانه جنبه. واول لما بيصحى بيشوفها وبيقرر يعترف لها وقد ايه مبسوط وهو معاها. بيفوت اسبوعين على اليوم ده وبيستمر ايكي في الفوز في كل المعارك بتاعه المهرجان وكل المدرسه بتتكلم عنه وبيغيروا لقبه من اسوأ طالب للملك الغير متوج. وكمان سمعته بتزيد ما بين البنات وبيطلبوا مساعدته فبيقرر يدربهم ولكن ولاد الفصل بيحسوا بالغيره منه لانه بيخطف كل الاضواء. وحتى ستيلا بتحس بالبنات وبتقول له انت طيب قوي، البنات دول بلايز اقوياء وبالشكل ده انت هتكون بتساعد منافسينك المستقبليين. لكن ايكي ما كانش معترض وشايف ان ده افضل لانهم لو تعرضوا لازمه زي هجوم عصابه ممكن تعاليمه دي تنقذهم. وبالفعل تاني يوم بيبدا يدربهم وبيخليهم يقفوا على رجل واحده علشان يزود من توازنهم وقوه عضلاتهم. بس اثناء ده بيوصل مجموعه الولاد الغيرانين منه وبيخرجوا اسلحتهم وبيقرروا قتلوه علشان يعلموه درس ولكن ايكي بيهزمهم كلهم بسهوله من غير ما يخرج سلاحه حتى. بيقول لهم ان استخدام الاسلحه بره المدرسه يعتبر مخالفه للقانون فبينزلوا على ركوبهم بسرعه بيعتذروا له وبيقول لهم ان هم كانوا حاسين بالغيره منه مش اكتر وانهم عايزين يكونوا اقوياء ومشهورين زيه وبيطلبوا منه يدربهم هو كمان. وبالفعل ايكي بيوافق. بيقول لهم يبداوا بالوقوف على رجل واحده وبالفعل بيسمعوا كلامه وبتسجل كابي الكلام ده وبتفرح لان بالشكل ده مقالاتها هتتشهر. بعدها بتطلب مجموعه بنات تانية انها تنضم له كمان فبيرحب ايكي باي حد عايز ينضم فبيزيد عددهم لدرجه ان ستيلا بتحس بالغيره جدا. بتحاول تتكلم مع ايكي اكتر وبتجيب له عصير ولكن جيزوكو بتقطعهم وبتديله العصير قبلها وبتطلب منه يدربها هي كمان. بتتضايق ستيلا وبتقول له يعلمها هي كمان زي شيزوكو ولكنه بيتصدم وبيقول لها انا اعلمك انت. فبتفتكر ان هو مش عايز يعلمها وبتسيبه وبتمشي وبتقول له براحتك انا اصلا ما كنتش عايزاك تعلمني وقلت اشوف رد فعلك بس. ولكنها طبعا بتكون مولعه منه ولما بيرجعوا الاوضه بيطلب ايكي ان هي تروح معاه هو وشيزوكو والباقيين للبحيره فبتتفاجئ وبتقول له هو انت مش عايز تعلمني برضه. فبيوضح لها سوء الفهم وبيقول لها ان مستواها اعلى من انه يعلمها وتقنيات السيف بتاعتهم مختلفه وتعليمه ممكن ياثر عليها بالسلب. وطبعا ستيلا بنت العبيطه بتفرح بالكلام ده وبتروح معاه للبحيره. بعد ما اليوم ده بيخلص بيرجعوا كلهم للسكن بس في الطريق بتوصل لهم رساله بتعرفهم اخصامهم في المعركه اللي جايه. بيكتشفوا ان هم هيكونوا اعضاء من مجلس الطلبه وبيجوا من المعركه وبيبدا ايكي القتال بتاعه مع البنت اللي اسمها تومارو. وفي نفس الوقت كانوا بيقاتل ستيلا في معركتها مع ولد اسمه سيجو وكان تومارو وستيجو بيقاتلهم بكل قوتهم ولكن ايكي وستيلا بيكسبوا رغم ده. بعدها بيقابلوا شيزوكو وناجي في الطريق وبيلاحظ ناجي ان في حد بيلاحق ايكي وحتى ايكي كان ملاحظ الموضوع ولكن كان متجاهله. لكن ناجي بيشجعه بيروح يتعامل مع الشخص اللي بيلاحقه ده وبالفعل بيتحرك ايكي وبيروح ينده على البنت اللي كانت مستخبيه ورا الشجره. كانت بترابه فبيسالها اذا كانت محتاجه حاجه فبتتخض البنت وبتقع على الارض من الخضه ولكنها بتقول لايكي بلاش يفهمها غلط وبعدها بتطلع تجري لكنها بتقع في البحيره اللي وراها فبيروح ايكي ينقذها وبياخدها للسكن فبتشكر البنت وبتعرفها على نفسها. بتقول له ان هي في سنه ثالثه ولكنها مش بتقدر تكمل كلامه وبتخبي عينها فبيقلق ايكي وبيحس ان في مشكله ولكنها بتقول له انها بتتكسف لما تبص الولد في عينه مش اكتر. لكن بعدها بتتشجع وبتقول ان اسمها ايساي وفي الصف الثالث فبيتفاجئ ايكي لما بيسمع الاسم وبيسالها اذا كان لها علاقه بكايتو فبتقول له ايوه ان ابوها فبيفرح جدا وبيقول لها انا قلت اكيد انك تعرفيه لما شفت سيف الخيزران بتاعك. لكن ستيلا وناجي ما كانوش يعرفوا مين الشخص اللي ايكي معجب بيه بالشكل ده فبتقول له شيزوكو ان هو سياف موهوب ومعروف بانه الساموراي الاخير وحتى انه فاز في كل البطولات المعروفه ولكن مش معروف قوي لانه مش بلايزر. فبيقول ايكي انه كان متعود يدرس المبارزه من خلال مشاهده المباريات بتاعته وهو صغير وعشان كده مبسوط لانه قابل بنته. لكنه بيقول لها ان ما بقاش يسمع اسمه مؤخرا فبتقول له قصي انه اتصاب في حادثه خلال المباراه وكان نزيل في المستشفى. فبيحس ايكي بالاسف وبيعتذر لها فبتقول له انها فرحانه لان في حد زيه بيحترم ابوها وبتشكره. لكن شيزوكو مش بتطمن لها وبتسالها ليه كانت بتلاحق ايكي وبتشك في نواياها لكن ايساي بتقول لها ان هي كانت عايزاه يساعدها في المباريات لانها بتتدرب من فتره ولكن ما حققتش اي تقدم وما كانتش عارفه ازاي تتكلم مع راجل ما تعرفوش وعشان كده فضلت تلاحقه لمده اسبوع. فبيعرض عليها ايكي ان هي تنضم لتمرين المبارزه بتاعه فبتتفاجئ ولكنها بتروح معاه. بالفعل بتبدا تتدرب معاه وبتحاول تهجم عليه ووقتها بيلاحظ ايكي ان مستواها عالي جدا ولكنها محتاجه شويه تعديلات في وضعيتها. ساعتها بيوقفها وبيقول لها ان تقليدها لابوها هو اللي منعها من التحسن فبتتعصب وبتقول له يعني انت بتقول ان انا والدي كان غلط ولكنه بيقول لها ان هي وابوها مختلفين في الجنس وكل واحد فيهم عنده هيكل وعضلات مختلفه وعشان كده لو قلدت حركاته هتحس بفرق كبير ما بينكم. ولكنه بيطمنها وبيقول لها ان عنده حل لمشكلتها ولكنها لازم تكون متاكده من قرارها لانها مجرد ما تصحح حركاتها مش هتقدر ترجع للحركات القديمه دي ابدا. بتصمم لانها محتاجه تزود قوتها باي ثمن وبالفعل بيساعدها ايكي في تحسين وضعياتها وبيخليها تهجم عليه بالوضعيات الجديده. بيلاحظوا فرق واضح وبتنبهر ايساي لانها بتعاني من المشكله دي بقالها فتره كبيره ولكن ايكي حلها بسهوله وبتشكره على مساعدته. بعدها بتتمشى معاه في الطريق وبيتكلموا مع بعض وبتقول ان هي لاحظت ان ايده كبيره وخشنه زي ايد ابوها من كتر التمرين وبتكمل وبتقول انها حاسه لو فضلت تتدرب معاه اكتر من كده هتبقى اقوى وهتتعلم منه
حاجات اكتر بكتير. بتساله اذا كان يقدر يبدا معاها تدريب من تاني يوم لانها محتاجه تبقى اقوى علشان تفوز بمباراه الاختبار لمهرجان النجوم السبعه. فبالفعل بيوافق وبيقول لها مفيش مشكله وبيبداوا يتدربوا مع بعض وحتى ستيلا بتساعدهم. بعدها بيروحوا يتدربوا كلهم واثناء ده بتقول ايساي لايكي انها بتتعلم منه حاجه جديده كل يوم وانها بدات تحس انها بقت اقرب لابوها بالشكل ده وعشان كده بتقول انها مش عارفه تشكره ازاي. فبيقول لها ان ده كله بفضل شغلها ودي مساله وقت مش اكتر ولكنها بتقول له بحزن انها مش عندها وقت كفايه تراجع اللي اتاخد منها. فجاه وهم قاعدين في المطعم بيوصل مجموعه ولاد متنمرين وبيتكلموا مع ايساي بلقم ووقتها بتبدا تتوتر. فبيتضايق ايكي وبيقول للزعيم بتاعهم واللي اسمه كرواد انه يا ريت يمشي ولان ايساي مش مرتاحه لوجودهم. فبيبص له الزعيم بتاعهم بغضب وبيقول له انت بتتدخل بصفتك مين بقى، ولكن بيلاحظ ان ايكي مبارز فبيعتذر ان قطعهم وقت الاكل وبعدها بيمسك ازازه من الترابيزه اللي وراهم وبيكسرها على راس ايكي. بيقول له ده يعتبر اعتذاري وبسبب اللي حصل بيهرب الناس من المطعم وبيروح الجرسون علشان يتكلم مع الشرطه ولكن في بنت غريبه شفناها مع جماعه مجلس الطلبه بتوقفه. بيكمل كرواد كلام مع ايكي وبيقول له انا مش بحب السيافين اللي زيك وبيامره يخرج سلاحه ويقتله. فبتتعصب ستيلا وكانت لسه هتهجم عليه ولكن ايكي بيطلب منها تهدى وبيقول لها ده اكيد ايده فلتت وما كانش يقصد يضربني. فبيتصدم باقي المتنمرين وبيتريقوا عليه وبيفتكروا ان هو خايف ولكن ايكي بيفضل مبتسم ببساطه. فبيتعصب كرواد وبيتف عليه ولكن ايكي بيفضل مبتسم وبيمنع ستيلا من الهجوم عليه لتاني مره. فبيحس كرواد بالياس وبياخد جماعته وبيمشي ولكن بعد ما بيمشي بتتكلم ستيلا مع ايكي بغضب وبتساله ليه ساكت على اسات الاشخاص دي، انت حتى سبت نفسك تتضرب بشكل متعمد. فبيقول لها انه لو تفادى الهجوم وقتها الامور كانت هتتحول للاسوء، ما ينفعش يقع في مشاكل في مكان زي ده وده غير انه لو استخدم سلاحه هيطرد من الاكاديميه. فبتقول له انه ما كانش هيحتاج يستخدمه ولكن بيقول لها ان هو مش متاكد. فمن الواضح ان كرواد سياف قوي. وفجاه وهم بيتكلموا بيوصل ولد عندهم وبيقول لهم ان بالفعل قوي ومعروف بلقب اكل السيف ومن عادته ان هو يتنمر على اي حد يحس انه اقوى منه. وبيقول لإيكي انه اتصرف صح لان كرواد ده كان من اعلى 8 في مهرجان النجوم السبعه القتالي بتاع السنه اللي فاتت. بعدها بتظهر البنت الغريبه اللي شفناها من شويه وبتقول لو كان استخدم العنف كانت هتضطر توقفهم كلهم بنفسها، لكن ستيلا ما كانتش فاهمه مين دول وايه علاقتهم بيه. فبيقول لها ايكي ان الولد ده يبقى نائب رئيس مجلس الطلبه الاكاديميه هوجان واسمه ميسوغي، اما البنت دي هي امينه الصندوق واسمها كندا. بيروح ميسوغي يعالج جرح ايقاع عن طريق قدراته وبيرجعوا بعد كده للسكن هو واصحابه ولكن في الطريق بيتكلم مع ايساي وبيسالها عن علاقتها بكرواد وجماعته. بتتفاجئ ومش بترد عليه اللحظات. فبيقول لها ان هي ممكن ما تجاوبوش لو حابه لكن هو عايز يساعدها لو هي واقعه في مشكله. بس فجاه بتجيلهم رساله من الاكاديميه بتعرفهم ان هم هيقاتلوا بعض في المباراه اللي جايه. فبتجري ايساي اول لما بتعرف ده. بتفضل مختفيه الايام اللي بعد كده وبيحس ايكي بالقلق عليها وبيروح يتكلم مع ناجي. فبيقول له ناجي طالما هدف ايساي هو الوصول للمهرجان بتاع النجوم السبعه فهي محتاجه تكسب كل المباريات زيك بالظبط ولكن للاسف مش هيكون عندها فرصه للفوز ضده. فبيقول له ايكي ان هي بعتت له رساله وطلبت منه يتقابلوا قبل المباراه. بيروح ايكي يقابل ايساي على سطح المبنى زي ما طلبت وبيسالها عايزه تقابله ليه. فبتقول له ان هي عايزه تساله على حاجه. فهي سمعت ان هو وستيلا وعدوا بعض ان هم يتقاتلوا في مهرجان النجوم السبعه القتالي. فبيقول لها دي حقيقه فهم اقسموا ان هم هيقاتلوا بعض مهما حصل. فبتقول له طب هتعمل ايه لو واجهت عدو ما قدرتش تهزمه قبل ما تواجهوا بعض. فبيقول لها ان مفيش حل غير انه يقاتل بكل قوته وخلاص. بتقول له انا لو كنت مكانك كنت هعمل اي حاجه علشان اقدر افوز على الشخص ده وتتخلص من العدو. وبعدها بتخرج السيف بتاعها وبتقطع السور اللي وراها وبترمي نفسها من فوق السطح. فبيتفاجئ ايكي وبيضطر يستخدم كل قوته علشان يقدر ينقذها وبينط وراها وبياخدها وبينزلوا في حمام السباحه لكن المبنى بيتدمر من قوته اللي استخدمها. وبعد ما بينزلوا بسلام بيسالها هي ليه عملت كده. فبتبتسم بشماتها وبتقول ان هي عملت كل ده علشان تخليه يستخدم كل قوته. فهو مش بيقدر يستخدم القوه دي غير مره واحده بس في اليوم والمعركه بينهم هتكون بعد 10 ساعات يعني مش هيلحق يتعافى وكده مش هيقدر يفوز. بتقول انا ممكن ما ابقاش اقوى سيافه ولكن لو وحدت قوه السيف مع قدرات البلايزر بتاعتي هقدر اكسبك خصوصا لو خسرت ورقتك الرابحه. بيسالها انت ليه عايزه تفوزي للدرجه دي حتى انك تخليتي عن فخر الكفارسه وجبت العار لاسلوب المبارزه بتاع ابوكي. فبتقول ان هي مش مهتمه بكل اللي هيقوله فهي هتهزمه مهما حصل ومش هتقدر تخسر بعدها وبتسيبه وبتمشي. مش بيقدر ايكي انه يوقفها بسبب ارهاقه ولكن لحسن الحظ بيقدر يرجع للاوضه بتاعته عند ستيلا لكن بعد ما كان فقد الوعي تماما. فبتاخده للمستشفى وبتفضل جنبه هي وشيزوكو وناجي وبعد كام ساعه بيفوق ايكي ولكن بيكون مخضوض. بيبص على الساعه بسرعه بس ستيلا بتطمنه وبتقول ان لسه في وقت على المباراه. وبعدها بتحاول تتكلم معاه وتفهم اللي حصل ولكن المديره بتوصل في الوقت ده وبتطلب منه يقوم معاها. بتاخده هو وستيلا والباقي للمكتب وبتوريهم المبنى اللي اتدمر لما استخدم قوته وبتساله ايه اللي حصل. فبيقول لها انه مش هيقدر يقول لها اي حاجه ولكنه مستعد يتحمل اي عقوبه ولكن بيقول لها انه عنده طلب واحد بس بخصوص ايساي. فبتقرر المديره في الوقت ده تقول له حقيقتها لانه هيعرف كده كده لو دور. بتقول له ان في حادثه حصلت من سنتين ومن ساعتها وابوها ما بقاش عارف يمسك اي سيف لانه خسر في مبارزه لما واجه كروادا وقبل المعركه دي كنا متفقين على شويه شروط من ضمنها لو كروادا فاز هياخد الارض والمبنى بتاع عائله ايساي. وبتقول له كمان ان كايتو اللي هو ابو ايساي كان فقد الوعي بقاله سنتين ولسه ما فاش لحد دلوقتي. بنعرف ان ايساي كانت عايزه ترجع حق ابوها وحاولت تقاتل كروادا اكتر من مره ولكنه ما كانش بيوافق وعشان كده كانت عايزه توصل لمهرجان النجوم السبعه لان وقتها تقدر تقاتله وترجع كل حاجه اخدها منها. فبيخرج ايكي يتكلم مع اصحابه بعد اللي سمعوه وبيكونوا متعاطفين مع ايساي جدا ولكن بيحذروا لان بالشكل ده بقت شبه الوحش اليائس اللي هيعمل اي حاجه علشان تهزمه في
المباراه. بتساله ستيلا انت ناوي تعمل ايه في القتال ضدها، فبيقول لها ان هو يقاتلها بكامل قوته والا كده هيكون وقح ناحيتها. بعدها بيطلب منها هي وشيزوكو ان هم يروحوا معاه المكان قبل المباراه، وبيعدي الوقت وبيجي ميعاد المباراه بيكون الكل متحمس لان ايكي وايساي سيافين ممتازين. وده غير ان ايكي كان المعلم بتاع ايساي لشويه وقت، وقبل ما يبداوا قتال بتحس ايساي ان ايكي مش مسامحها، ولكن رغم ده بتقول ان هي تفوز عليه وبعدها بتخرج السيف بتاعها. ورغم ان ايساي كسبت 6 مباريات قبل كده ولكن ما كانش حد يعرف اي معلومات عن قدراتها كبلايزر لانها كسبت عن طريق استخدام تقنيات المبارزه وبس، وده معناه ان قدراتها هي اللي هتحدد مسار المباراه. في بدايه المباراه بيبدا ايكي بالهجوم ولكن ايساي بتسيبه بهجوم من غير ما تتحرك من مكانها حتى، وعشان كده بيقرر ايكي انه يرجع تاني لثواني ولكنها بتهجم عليه مره تانيه في ظهره. بعدها بتروح تهاجمه بالسيف بنفسها وبتقول له ايه رايك في الفن بتاعي، فبيتفاجئ ايكي لان الضرر بتاعها كبير جدا ولكن بيبدا يقاتلها بسيفه. بيستنتج ان ايساي اكيد بتستخدم الفخ اللي عملتها في الساحه علشان تقدر تصيبه بالشكل ده، وبنعرف ان هي راحت قبل المباراه وملت الساحه بحاجه اسمها قواطع السيوف، والقواطع دي غير مرئيه ولكن بمجرد ما بتفتح بتمتص الهواء وبتعمل دوامه بتهجم على ايكاي وبتسيبه بالجروح. ولكن المشكله يعني زرع الفخاخ مخالف للقانون، ومجرد ما الحكام يكتشفوا ده هتخسر مباشره وهيعلنوا فوز ايكي. لكن المعلمه يوري كانت مسؤوله عن التحكيم وما خدتش بالها بسبب تعبها، وده اللي واضح لحد دلوقتي. فبتستغل ايساي وبتستمر في الهجوم على ايكي وبتحاول تستخدم فخ من الفخاخ مره تانية، ولكنها بتتفاجئ ان ايكي بيتفاداها وبتشك انه يعرف موضوع الفخ ده اصلا، فبتحس بالقلق ولكنها بتطمن نفسها بعدها لانه كده ما عندوش اي دليل، وعشان كده بتستخدم فخ تاني وبتقدر تصيبه المره دي وبيقع ايكي على ركبته ومش بيقدر يتحرك من التعب. المشكله ان لو ايساي هجمت عليه واصابت منطقه حيويه وقتها دي هتكون ضربه قاتله، وعشان كده بتنطلق وبتهجم عليه بكل قوتها وبتحاول تصيبه بكل الطرق، ومش بيقدر ايكي انه يعمل اي حاجه غير انه يصد هجماتها لحد ما بتيجي لحظه حاسمه. بتفتكر ايساي انها على وشك اصابه ايكي ولكن ايكي بيخدعها وبيصد هجومها، ولكن الهجوم ده بيخلي ايكي متاكد من شكوكه، فهو كان عارف من البدايه انها هتخالف القواعد حتى انه خد ستيلا معاه قبل المعركه وراح قابل المعلمه يوري وقال لها ده بنفسه، ولكن طلب منها ما توقفش المباراه حتى لو لحظه المخالفه دي بنفسها. ورغم ان هي مجازفه لان لو ايساي كسبت المباراه وقتها مش هيقدر يشارك في مهرجان النجوم السبعه، الا انه ما كانش عايز يقطع علاقته بيها، كان عايز يديها فرصه اخيره علشان يشوف نيتها الحقيقيه. واثناء المباراه بيلاحظ ايكي ان كل تحركاتها في حاله فوضى ورغم الشر والغضب اللي جواها ولكنها متردده ومش قادره تخدع نفسها، وطول ما هي متردده مش هتقدر تخرج القوه الحقيقيه لسيفها، لكنها بتقول ان هي مش متردده ولا حاجه وفي الحاله دي هتعمل اي حاجه علشان تفوز. فبيقرر ايكي انه يفوقها ويرجع لها فخرها باستخدام كل قوته في الحاله دي، وبالفعل بينطلق عليها باستخدام قوته الجسديه من غير اي قدره سحريه. فبتعمل ايساي سحابه دخانيه وبتحاول تهجم عليها قبل ما يهجم عليها ولكنها بتفشل، وبيهجم عليها ايكاي بالضربه القاضيه وبينتصر في المباراه. ولكن في الحقيقه الضربه دي كانت ضربه وهميه وما ضربهاش بنص السيف علشان ما يجرحهاش، وكل اللي عمله هو انه استنزف طاقتها. فبتحاول ايساي ان هي تقوم بعدها ولكن مش بتقدر وبتفضل تعيط وهي مش فاهمه ليه كل ده بيحصل. فبيقول لها ايكي ان روحها اللي بتقاتل بها حاليا من غير اي فخر، وبالفعل بتقتنع ايساي بكلامه وبتعترف بخسارتها وبتعترف بغلطها كمان وبتقول ان هي مثيره للشفقه. لكن ايكي بيقول لها ان ده مش حقيقي، فهي تهت شويه مش اكتر، ولكنها ما تخلتش عن اسلوب ابوها في المبارزه ودي هي قوتها الحقيقيه. بيقول لها كمان انه عايز يساعدها ترجع اللي اتاخد منها، فبتساله ليه هيعمل كده، فهي خدعته وعملت حاجات كتير معاه وحشه. فبيقول لها ان هو مش محتاج سبب علشان يساعد صديقته، وبيروح يمد لها ايده علشان تقوم، فبتفتكر ابوها بتنهار وبتطلب منه مساعدته بنفسها. فبيرد عليها وبيقول لها ان ده اللي عايز يسمعه منها، وبعدها بتاخده وبيروح لمكان المدرسه بتاعت ابوها، وحاليا كرواد مستولي عليه هو واصحابه. وفي الطريق بيتكلموا عن كرواد وبيقولوا ان هو معروف بانه بيهاجم مدارس الفنون القتاليه بشكل غير رسمي وبيحاول يتخلص من كل المدارس اللي في المدينه، وكمان كان واحد من اعلى المشاركين في مهرجان النجوم السبعه زي ما قلنا، وحصل على لقب اكل السيف بسبب اسلوب مبارزته القوي. وبالفعل بتاكد ايساي على قوته وبتقول انه ما استخدمش اداته لما قتل ابوها من سنتين ويقدر انه يهزمه باسلوب المبارزه، بس للاسف ايكي مش بيصدق ده، فبتقول ان هجوم كرواد عليهم من سنتين كان شبه الكابوس، وكان ابوها بيقاتل رغم تعبه علشان يحميها هي وتلاميذه. حاول انه يستخدم التقنيه السريه لاسلوب القتال بتاعه ولكن ما قدرش في اخر لحظه بسبب تعبه، واستغل كرواد الثواني دي وهجم عليه وهزمه. اضطرت ايساي انها تتخلى عن مدرسه ابوها الكرواد ولكنها كانت حاسه بالذنب وتتمنى لو واجهته تاني بدل ابوها. بتقول له ان سيف كرواد ما فيهوش اي فخر وعباره عن سيف وحشي وبس، وبعدها بيوصلوا لبيت ايساي القديم اللي كرواد مستولي عليه. اول لما بيدخلوا بيطلب ايكي من اتباعه يبلغوا انه عايز يقابله ولكن مش بيوافقوا طبعا، بس ايكي بيقاتلهم كلهم وبيدخل عنده في النهايه. واول لما بيدخل بيقول له اني بتحدى في مبارزه بالنيابه عن كايتو وده علشان يستعيد المدرسه بتاعته. فبيتريق كرواد عليه وبيقول له هو انت مش الجبان بتاع المطعم برضه، بس المره دي مالك كده مختلف عن المره اللي فاتت، وكمان جاي تتحداني على المدرسه. فبيقول ايكي انه وقتها ما كانش مناسب لقتاله، فبيساله كرواد ازاي ايساي اقنعته. فبيرد ايكي عليه وبيقول له ان الطلاب ممنوعين من استخدام ادواتهم بره المدرسه من غير تصريح، بس القاعده دي مش بتنطبق على مدارس الفنون القتاليه المرخصه وخصوصا لما رئيسها يدي تصريح موافقه. فبيحس كرواد بالحماس ولكن بيقول له انه محتاج حاجه تثبت له اذا كان مؤهل لقتال ولا لا. فبيخرج ايكي المحافظ اللي خدها من التلاميذ اللي كانوا واقفين بره وتغلب عليهم وبيساله اذا كان ده كفايه. فكرواد بيخرج سيفه فورا انه بيستعد للقتال، وحتى ايكي بيخرج سيفه فبيتحمس كرواد وبيهجم عليه بكل قوته، لكن ايكي بيصد هجمته وبيستمر في القتال. فبيغير كرواد من شكل سيفه وبيهاجم من بعيد، ورغم ده الا ان ايكي كان بيصد كل هجماته بسهوله وحتى الهجمات العاديه، بس فجاه
بيهرب كروات منه وبيهجم عليه وبعدها بيغير طريقه الهجوم فجاه، لكن ايكي بيتفادى هجومه وبيكتشف وقتها ان كروات بيستخدم قدرته بالفعل ولكن مش واضحه، وده السبب اللي خلاه يهزم الساموراي كايتو. فزي ما احنا عارفين ان كل انسان عنده سرعه لردة فعله، والسرعه دي بتختلف من حد للتاني، ولكن في العاده كل الناس بيكونوا نفس المستوى الا واحد اتدرب على سرعته زي ما ايكي وستيلا كانوا بيعملوا. ورغم ان ردة فعلهم اسرع من الطبيعي ولكن قدره كروات بتخليه اسرع منهم كمان، وعشان كده بيقدر يهاجم بحركتين او ثلاثه قبل ما ايكي يهاجم بحركه واحده حتى. وبالسرعه دي بيقدر يتفادى الهجمات اللي مستحيل حد يتفاداها بشكل طبيعي، وكمان بيقدر يجمع اجزاء سيفه قبل ما يضرب السيف بتاع ايكي، وده بيخليه يهجم من زوايا مختلفه. فبيتفاجئ كروات لان ايكي كان اول حد يكتشف قدراته، ولكن بيقول له ان ده مش هيفيده في حاجه، فهو اتولد بالخاصيه دي. وكمان شايف ان مهما ايكي درب جسمه واتدرب على تقنيات مختلفه وعمل خطط، فده كله هيكون ملوش لازمه قصاد قوته وردة فعله. بعدها بيستخدم قدراته دي وبيهجم على ايكي من اتجاهين مختلفين في نفس الوقت، ولكن ايكي بيقدر يتفادى ويصد هجومه، فبيهجم كروات مره ثانيه والمره دي بيستخدم سرعته القصوى. بيهاجم باربع هجمات في نفس الوقت، فبيعاني ايكي بسبب ده وبيفقد توازنه اثناء صد هجمه من الهجمات، لكن حسن الحظ بيقدر يتفادى الاصابه المميته. بيكمل قتال بعد كده وبيستمر في صد وتبادل الهجمات مع كروات رغم فرق السرعه ما بينهم. وقتها بتفتكر ايساي ابوها اثناء قتاله وبتكون عايزه تتدخل وتوقف ايكي، ولكن ستيلا بتمنعها. بتقول لها ان هي مستحيل ترجع مدرستها بالشكل ده ابدا، وبتقول لها كمان ان هي عايزه توقف ايكي شخصيا لو تقدر، ولكنها مستمتعه بالقتال بالفعل لانه بيقاتل شخص قوي. بتقول لها ان ايكي دلوقتي مش بيفكر في حاجه غير انه يهزمه، وكمان بتخليها تغير تفكيرها ناحيه ابوها، وبتقول لها انه غالبا ما كانش حاسس بالندم وقت قتاله، فحياته كانت بتتدهور تدريجيا، ووجود شخص قوي يقاتله اكيد كان شيء كويس بالنسبه له كمبارز قوي. وفجاه واثناء كلامهم بيلاحظوا ان كروات بدا يتعب لان تقنيته بتستهلك طاقه بشكل كبير، ودي كانت نقطه ضعفه الوحيده، لكنه كان رافض الاستسلام رغم ده. وايكي بيقرر يهجم عليه بكل قوته وبيستخدم التقنيه السريه اللي كايتو فشل في استخدامها في قتاله مع كروات، ولكن ايكي بيقدر ينجح في تنفيذها باحترافيه رغم انه شافها مره واحده بس وهو بيتدرب مع ايساي، وبفضل الضربه دي بيقدر يفوز على كروات اخيرا. وقتها بيتخلى كروات عن المدرسه، لكن قبل ما يمشي بيسال ايكي عن اسمه وبيقول انه هيستناه في مهرجان النجوم السبعه علشان يكملوا قتالهم. بعد ما بيمشي بتقول ايساي ان هي ما تستحقش تكون وريثه اسلوب تسوجي لانها ما كانتش فاهم ابوها كويس، لكن ايكي بيقول لها ان هي اكتر حد فاهمه، فهو قدر يتعلم حركاته السريه رغم انه شافها مره واحده بس لانها كانت حافظاها كويس. فبتشكره ايساي على تشجيعه ليها، ولكن بتقرر تتدرب وتزود قوتها اكتر علشان تكون قد الثقه دي. بتروح تعترف للجنه تحكيم المباريات ان هي غشت في مباراتها مع ايكي، فبيخرجوها من المسابقه تماما وبيفصلوها لمده 10 ايام كمان، ولكنها ما كانتش متضايقه من ده لانها عايزه تتحمل المسؤوليه. ولحسن الحظ بعد اللي حصل ده بتوصل رساله لايكي من ايساي بتعرفه ان ابوها فاهم الغيبوبه. فبعد سنتين اخيرا وبالشكل ده القضيه اتقفلت تماما بفضل مساعده ايكي. بتستمر مباريات الاختبار للمهرجان وبيقدر ايكي انه يفوز في 12 مباراه من غير ما يخسر ولا مباراه هو وستيلا، وعشان كده بتقرر المديره ان هي تديهم اسبوع اجازه وكمان بتخليهم يروحوا مخيم تدريب لوحدهم. كانت ستيلا متحمسه لانها تقدر تقضي وقت مع ايكي لوحدها، ولكن حماسها ده كله بيضيع اول لما بيكتشفوا ان هم هيقضوا الوقت مع مجلس الطلبه. ومش بس كده، دول بيكتشفوا ان المديره بعتتهم لمخيم التدريب علشان يساعدوهم في التنظيف لان ممثلي البطوله هيتدربوا فيه بعد شهر من دلوقتي. وبالفعل بيساعدوهم في التنظيف، وبعد ما بيخلصوا بتطلب ستيلا انها تخرج لوحدها مع ايكي علشان تشوف الشلال، لكنها بتتعب في الطريق وبيكون ايكي عايز يرجعها علشان ترتاح، ولكنها بترفض ده تماما. بتكمل رغم تعبها لكنها بتتعب جدا بعد شويه لدرجه انها مش بتقدر تتحرك، وبيكتشف ايكي ان هي عندها برد شديد جدا، وعشان كده بيقرر ياخدها ويرجع للمخيم، ولكن فجاه الدنيا بتمطر عليهم، بس لحسن الحظ بيلاقوا مأوى جبلي فبياخدها ترتاح فيه لحد ما المطره تقف. في الوقت ده بترجع شيزوكو بيت العيله لوحدها لان امها بعتت لها رساله وبتطلب منها ان هي تزورها. اول لما بتوصل بيطلب منها ابوها ان هو يقابلها، فبتروح غصب عنها وبتساله ليه عايزها. بيقول لها انه عايز يتكلم معاها شويه ولكنها مش بتوافق وبتقرر ترجع اوضتها، وبتقول له ان هي جت هنا علشان امها مش اكتر، فبيقول لها ان هو اللي خلى امها تبعت الرساله، فهو كان عايز يطمن اذا كانت قدرت تعيش بعيد عنهم ولا لا. فبتقول له ان اكيد سمعت عني من الاتحاد، فبيقول لها ايوه طبعا، وعرفت انك كسبت 12 مباراه متتاليه وده فخر الاسم العيله بتاعتنا. فبتتعصب وبتقول له ان اخوها كسب برضه والمفروض يكون فخور بيه، ولكن من الواضح انه مش مهتم بيه، وبعدها بتسيبه وبتمشي. بنرجع تاني عند ايكي اللي كان قاعد مع ستيلا في المأوى الجبلي، فبعد شويه بيخرج يطمن على المكان من حواليهم، ولكن فجاه بيلاقي غلام طيني ضخم على وشك الهجوم على المأوى. بيجري ينقذ ستيلا بسرعه في اخر لحظه وبيسيبها على جنب وبيروح يكمل قتال مع الغلام وبيدمره، لكن الغلام بيجمع نفسه تاني بحجم اصغر وبيروح يهجم على ستيلا ومش بيقدر ايكي انه يتحرك عشان ينقذها، ولكن لحسن الحظ اعداء مجلس الطلاب بيوصلوا عندهم وبينقذوهم هما الاثنين. بيلاحظوا ان في بلايزر بيتحكم في الغلام من بعيد عن طريق الخيوط السحريه، وعشان كده الغلام بيرجع مره ثانيه مهما تخلصوا منهم. فبيحس ايكي بالقلق وبيسال اذا كان ممكن يهزموهم بالشكل ده، فبتوصل رئيسه مجلس الطلبه وبتقول له ان مهما كان الاشخاص بيتحكموا في الغلام من بعيد فهم متصلين بيهم عن طريق السحر، وبعدها بتستخدم قدره البرق وبتتخلص من الغلام وبتصيب الشخص اللي بيتحكم فيه كمان عن طريق الخيوط السحريه. بنعرف ان الرئيسه دي اسمها تودو توكا، وكانت واحده من افضل 4 في مهرجان النجوم السبعه بتاع السنه اللي فاتت، وتعتبر افضل فارسه في اكاديميه هايجين، ولسوء الحظ هتكون خصم شيزوكو في المعركه اللي جايه. وبمناسبه شيزوكو فخلونا نتكلم عنها شويه. فزي ما احنا عارفين انها اخت ايكي الصغيره، وبحكم انها بلايزر قويه فكان لها سلطه في العيله محدش بيقدر يحاسبها على اي غلطه، وعشان كده كانت متضايقه من البشر ومن كونها بشريه كمان، لحد
لحد ما في مره ايكي تحدى عيلتها وقال لهم ان هم غلطوا، ومن ساعتها قررت ان هي تفضل معاه مهما حصل، علشان كده بتحاول ان هي تكون اقوى وتعوض كل اللي مر بيه في عيلته. وبعد ما عرفنا شويه عن شيزوكو خلينا نرجع تاني لايكي وستيلا اللي بيرجعوا للاكاديميه بسلام بعد حادثه الغولم، لكن مش بيعرفوا مين السبب في الهجوم عليهم بالشكل ده، وبيروحوا يقابلوا ناجي وبيتكلموا معاه عن معركه شيزوكو اللي جايه، ودي بتكون ضد رئيسه مجلس الطلبه، وبتكون ستيلا قلقانه شويه لان شيزوكو مستخدمه لسحر الميه، وبالشكل ده هتواجه مشاكل كتيره ضد سحر البرق. لكن ناجي بيقول لها ان شيزوكو بتقدر تنقل ميه لدرجه تمنع وصول البرق ليها، وبالشكل ده هتقدر تعمل حاجز حواليهم لحمايتها. بس ايكي كان حاسس بالقلق رغم ده لانه ما كانش عايزه تجهد نفسها، فقوه تودو ما ينفعش يستهونوا بيها. فبتروح ستيلا تتكلم مع شيزوكو لاول مره وبتحاول تطمن عليها قبل المباراه، وبتعرفها ان هي وايكي قلقانين عليها جدا. بيقولوا لها ان هم هيتفرجوا على المعركه وهيشجعوها، ورغم ان شيزوكو كانت فاهمه سبب قلقهم فهم شافوا قوه تودو بنفسهم بعد كل شيء، ولكنها كانت متضايقه شويه لان ايكي ما كانش هيحس بالقلق لو كانت ستيلا مكانها، وكانت شايفه انه كان هيشجعها على القتال كمان وهيثق فيها. بتحس انها مش قويه كفايه علشان تخليها يعترف بيها، وعشان كده بتقرر تزود قوتها علشان تعرف تساعده يحقق حلمه، وكده لازم تفوز في المعركه ضد تودو مهما كان الثمن. بيفوت الوقت وبيجي وقت المعركه ما بين شيزوكو وتودو، وبنشوف كل الجمهور متحمس للقتال اللي هيحصل، لكن المفاجاه ان المعركه بتبدا بس محدش فيهم بيتحرك تماما، وبيفضلوا على الحال ده شويه لان كل واحده فيهم عايزه تشوف الثانيه هتتحرك ازاي. فهم الاثنين اقوياء كفايه للتاهل لمهرجان النجوم السبعه، واي حركه غلط من اي واحده فيهم ممكن تموت. بيلاحظ ان شيزوكو ما كانتش عايزه تاخد الخطوه الاولى لان تودو معاها السلاح الاقوى وممكن تستخدمه في مدى قريب، وده غير ان قدراتها تعتبر ورقتها الرابحه، وكانت دايما بتستخدمها في كل المباريات من غير استثناء، وبمجرد ما بتسحب السيف بتهزم الخصم بتاعها مهما حصل. لكن ستيلا بتقول له انها خسرت في مهرجان النجوم السبعه رغم ده يعني في طريقه لمقاومتها، فبيقول لها للاسف ما فيش طريقه، والبلايزر اللي هزمها كان بيستخدم الرمح وفضل بره نطاق قدراتها، وده معناه ان حتى هو كان خايف من قدراتها ومحدش قدر يخترق مداها القريب، واي حد دخله اتقطع عن طريق السيف بتاعها الاسرع من البرق. وحتى شيزوكو عارفه ده علشان كده ما بدأتش بالهجوم رغم ان مر دقيقه على بدايه المباراه، وفي الغالب هي ناويه تركز على الدفاع، بس هي متخصصه في المعارك ذات المدى البعيد وما عندها السبب انها توقع نفسها في المدى القريب بالشكل ده وهتكون في موقف سلبي. بس فجاه بتبدا شيزوكو بالهجوم اخيرا، ولكن تودو بتتفادى الهجوم ده وبتهجم عليها بهجوم مضاد كمان. بتحاول شيزوكو انها تحافظ على المسافه اللي ما بينهم وبتهجم عليها من بعيد، بس سرعه تودو كانت مساعدها وكان سهل عليها انها تتجنب كل الهجمات عن طريق البرق، وده كان عامل ضغط على شيزوكو لانها مضطره تستمر في انتاج المياه النقيه، ورغم انها قدرت تقيد تودو بالتلج للحظات وبتهجم عليها، ولكن تودو بتقدر تتخلص من الهجوم ده بضربه واحده. بيكون الكل مستمتع بالمعركه وبيحس ان شيزوكو وتودو في نفس المستوى، ولكن ايكي الوحيد اللي كان شايف عكس ده. بالفعل فرق القوه ما بينهم بيبدا يظهر، حتى شيزوكو مش بتقدر تصد هجوم تودو بعيد المدى رغم انها ما شالتش عينها من عليها لو للحظه واحده، وبتتصاب للمره الثانيه رغم تركيزها، وبيلاحظ الكل تراجع شيزوكو المفاجئ وبيكونوا مستغربين. بتتكلم ستيلا مع ايكي وبتساله ازاي يعرف السبب، فبيقول لها ان تودو بتتحرك بشكل طبيعي لكن شيزوكو مش عارفه تشوفها كويس، وده شبه تقنيه استخدمتها المعلمه نينا قبل كده، وبالفعل بتوصل المعلمه نينا عنده بتقول له ان عنده حق وان دي تقنيه دفاعيه قديمه بتخلي الشخص قادر يدفن نفسه جوه عقل خصمه، رغم ان شيزوكو كانت شايفه تحركات تودو ولكن عقلها بيخليها تحس ان دي معلومات مش مهمه، وعشان كده مش بتقدر تتعامل معاها. وبتوصل المديره بتعرفهم كمان ان بالشكل ده شيزوكو مش هتقدر تكسب تودو في الغالب. حتى ايكي كان مدرك ده، ولكن كان عنده امل انها تكون بتخفي ورقه رابحه علشان تقدر تصد هجوم تودو من مسافه قريبه. ولما ستيلا بتسمع ده بتشجعها رغم ان شيزوكو ما كانتش مستنيه التشجيع منها، ولكنها بتقرر تخرج كل عندها علشان تقدر تشارك في المهرجان، فهي كانت واثقه ان ستيلا وايكي هيشاركوا. بترجع تقوم مره ثانيه والمره دي بتختار الهجوم بكل الطرق الممكنه، ورغم قوتها المذهله الا ان تودو كانت عارفه تصد هجماتها كلها، حتى انها بتقدر تتغلب على السحابه السحريه اللي عملتها وبتستغل قربها منها وبتستخدم قدراتها فبتتغلب عليها بضربتها المشهوره، وبسبب ده بتفقد شيزوكو الوعي وبينقلوها للمستشفى. ولما بتصحى بتلاقي ايكي وستيلا وناجي معاها، بتكتشف ان هي خسرت فبتطلب منهم يسيبوها لوحدها، وبالفعل بيمشي ايكي هو وستيلا، لكن ناجي الوحيد اللي مش بيرضى يمشي وبيفضل معاها. وبعد ما ابوها بيعرف ان هي خسرت بنشوفه مع الراجل الغريب واللي كان السبب في الهجوم بتاع الجولم على المخيم. كان ابو ايكي بيتفق معاه يعمل اللي هو عايزه، فبيضحك الراجل ضحكه شريره، ومن الواضح ان هو مش ناوي خير لبطلنا. بالفعل بيبدا الراجل ده يراقب ايكي وبيعين له واحد ياخد له صور لما يكون مع ستيلا. بعدها بوقت بتطلب من المديره ان هي تقابل ايكي وبتساله اذا كان يعرف الراجل ده واللي اسمه اكازا وكان عضو في اتحاد الفرسان العالمي، فبيقول لها ان هو قريبهم من فرع العيله وقابله كام مره وحاليا هو شغال مع ابوه. فبتقول له انه حاليا ماسك لجنه الاخلاق تبع الفرع الياباني للاتحاد، ومن الواضح ان هو بيدور في شؤون المدرسه بشكل سري، وكانت مستغربه ان ابوه بيعمل كده. فبيقول لها غالبا ان اكازا بيتصرف من دماغه لانه كان دايما بيكرهه، فبتطمنه المديره ان هي تحميه بصفته طالب عندها. وبعد ما بيخلص اجتماعه مع المديره بيروح هو ستيلا لمجلس الطلبه لان تودو كانت عايزه تاخدهم معاها لدار الايتام، وبالشكل ده هيقدروا يفرحوا الاطفال لانهم بقوا مشهورين. بالفعل بيفرحوا الاطفال لما بيقابلوهم وبيقضوا يوم في اللعب معاهم، وبيستغل ايكي وجوده مع تودو وبيشكرها لانها انقذته في الغابه، وانها كمان سابت اخته تتدرب معاها في المباراه. فبتقول له ان اخته قويه جدا حتى انها خلتها تستخدم اغلب قوتها، والسبب اللي خلاها تتوقع هجماتها هو انها بتقدر تقرا عقل خصمها مش اكتر. وبعدها بتخلص كلامها معاه وبتسيبه وبتمشي علشان تروح تساعد الاطفال. فبيكمل ايكي كلام مع واحد من الاعضاء وبيعرفه ان تودو دي هي المسؤوله عن المكان ده وعمرها
عمرها ما تخلت عن اي حد فيه، حتى انها فضلت متمسكه بطفل عدواني جدا وبفضلها قدر يحس ان هو انسان مره تانية. فبيتاثر ايكي لما بيعرف هدفها ومصدر قوتها في الحياه، وبعد ما بيخلصوا اليوم بيفضل يفكر وهو راجع يا ترى ايه هو مصدر قوته هو كمان، لكنه مش بيلاقي اي اجابه. وفجاه اول لما بيوصل هو وستيلا للسكن بيلاقوا شيزوكو واصحابهم جايين وبيبلغوهم بالاخبار المنتشره عن علاقتهم، وكمان بيبلغهم ان وسائل الاعلام في حاله اضطراب لان ستيلا طفله حكوميه بعد كل شيء، وكل الناس بيجيبوا اللوم على ايكي وبيتهموا ان هو بيضحك عليها. فجاه بيوصل اكازا عنده وبيبلغوا انه جاله استدعاء رسمي من لجنه الاخلاق وبيطلب منه يروح معاه للتحقيق. فبتتعصب ستيلا وبتقول له ان ده ابتزاز، ولكن ايكي بيوقفها وبيروح معاه وبيطمنها ان هو هيرجع بسرعه. بس قبل ما يمشي بيطلب من ناجي انه ياخد باله من ستيلا وشيزوكو، وبيروح معاه بعد كده لمكان التحقيق ويبداوا يستجوبوه وبيسالوه عن علاقته بستيلا. بيسالوا امتى بدات ومش بيسيبوا له فرصه حتى يوضح، ولكنه كان مصمم يعرفهم ان هو وستيلا اصدقاء. وللاسف مفيش حد قادر يساعد ايكي لان سلطه مؤسسه الاخلاق اكبر بكتير من الكل، وكان اكازا بيستغل الفرصه دي وبيقرر يحبس ايكي لحد ما يكمل استجوابه. بيفضل ايكي محبوس لمده 4 ايام لحد ما بيجي معركته الجديده وبيضطر ياخدها في السجن، لكن برغم ده بيكسب. فبتحس ستيلا بالذنب وبتقول ان دي غلطتها، ولكن شيزوكو بتتعصب عليها وبتقول لها انها لو مش فاهمه او مقدره ان ايكي بيعمل كل ده علشانها يبقى ما تستحقش تكون صاحبته. وبالفعل بتستوعب ستيلا كلامها وبتقرر تبقى اقوى عشانه، وبتفوت الايام وبيفضل ايكي في السجن وبيكمل باقي معاركه هناك. ورغم تعبه الا ان مفيش اي حد كان بيحاول يوفر له اي رعايه صحيه، وحتى لما كان بيحاول حد يساعده من بره كان اجازه بيمنعه، عشان كده حالته اتدهورت جدا. لكن يوري بتقدر توصل له رساله غير مباشره من ستيلا وبتعرفه ان هي لسه محافظه على وعدها معاه ومستمره في الفوز في القتالات، وعشان كده بيقرر ما يتراجعش وبيطلب من اكازا ولجنه التحقيق ان هو يقابل ابوه، رغم ان اكازا كان بيرفض، ولكن المديره بتساعده ايكي وبتخليه يقابل ابوه فعلا. اول لما بيقابله بيبدا ابوه بالكلام وبيقول انه سمع انه كسب كل المباريات رغم ان خصومه ما كانوش ضعفاء، فبيقول له ايكي انه في المرتبه اف ولكن ما بقاش عديم الفايده زي زمان. بيساله اذا كان هيعترف بيه لو قدر يفوز في مهرجان النجوم السبعه، ولكن بيفاجئ ابوه برده وبيقول له انه هو فاكر ان محدش مهتم بيه لانه ضعيف، وهو غلطان جدا في ده. هو بيعترف بيه ولكن تعليم مهاره لشخص ما عندوش موهبه هتكون مجرد تضييع للوقت للطالب والمعلم. ومش بس كده، فالاسوأ انه يحقق نتائج متوسطه بقوته المتوسطه زي ما انت بتعمل دلوقتي يا ايكي. بيطلب منه ما يعملش حاجه هو مش قادر عليها، وبسبب كلامه ده الدنيا بتسود في وش ايكي وبيبدا يعيط لانه بيدرك ان ابوه ما كانش بيكرهه طول الوقت ده، بل ما كانش حاطط امل عليه، وان امله في ان ابوه يعترف بيه راح وهدفه في الحياه كده انتهى. وفي وسط كل الاحباط اللي بيمر بيه ده بيعرفه كمان ان خصمه النهائي في معركه الاختبار هتكون تودو توكا، وده رئيسه مجلس الطلبه، ولكن المعركه دي مش هتكون في السجن بل هتكون في الحلبه قصاد الكل. اكازا بيبلغه ان هو لو فاز هيخلصوا تحقيق معاه، وانه لو خسر فلازم يتخلى عن رغبته بانه يكون فارس. فبيفضل ايكي يفكر في اللي ممكن يعمله بمهارات السيف بتاعه وبيحاول يفكر في هدف جديد لحياته. وفي الوقت ده بتعرف تودو ان ايكي هو خصمها في المعركه، فبتطلب ان هي تقابل شيزوكو وبتقول لها انها سمعت ان ايكي حالته الصحيه مش كويسه ولكنه اكيد هيجي للمباراه، وعشان كده بتطلب منها تقنعه بالانسحاب لانها مش هتقدر تتهاون مع خصم بيواجهها. ولكن شيزوكو ما كانتش عارفه ازاي المفروض تسمع كلامها فعلا ولا لا. بيفوت الوقت وبيجي يوم مباريات الاختبار الاخير، وبيكون عباره عن 6 مباريات، واللي هيكسب فيهم هيتم التاهيل للمهرجان، وفي 6 اشخاص هيتاهلوا. كانت مباراه ايكي وتودو واحده من المباريات دي، وحتى ستيلا وناجي كان عندهم مباريات في نفس الوقت، لكن الكل كان مهتم بمباراه ايكي وتودو لانها معركه ما بين افضل فارسه واسوأ فارس في الاكاديميه. وحتى ان المعلم اللي علم تودو ونيني تقنياتهم بيروح يتفرج على المباراه مع نيني والمديره من حماسه وكده، وكان اكازا حاضر معاهم في نفس المكان وبيقول لهم ان ممكن المباراه دي تتلغي اصلا. وفجاه بيعرفوا ان ايكي لسه ما جاش وما وصلش في خلال ربع ساعه يخسر بشكل تلقائي. فبتتكلم المديره مع اكازا بتقول له انه وعدها بانه هيوصل ايكي بالعربيه للمسابقه، فبيقول لها انه لما راح يجيبه ما لقاهوش بالفعل، وبعدها بيبدا يضحك بلوم. بيقول لها ما تقلقش فهو مش طفل وهيقدر يوصل لوحده، ده لو ما انهارش في الطريق يعني. بنشوف في الوقت ده ايكي وهو بيجري لمكان المباراه وكان بيفكر في كلام ابوه حاسس بالاحباط ومش عارف ايه الهدف من كل اللي بيعمله ده. كانت افكاره مسيطره عليه بانه مش هيقدر يفوز على تودو، وكان بيفكر في الاستسلام، وحتى ان صحته بتخونه مش بيقدر يكمل الطريق للحلبه. لكن شيزوكو بتوصل في الوقت ده وبتقول له ان هي عايزه توقفه لكنها مش هتقدر لان الاكاديميه دي هي المكان الوحيد اللي كان مبسوط فيه. وكمان بيشوف كل زمايله والطلاب اللي دربهم وهم بيشجعوه وبيقولوا له ان هم واثقين فيهم كمان. وحتى ستيلا بتوصل وبتقول ان هي كسبت مباراتها وتاهلت للمهرجان وهتستناه يكسب هو كمان علشان يتقاتلوا زي ما وعدوا بعض. وقتها هيكي بيتشجع وبيقرر يكمل علشان وعده مع ستيلا، وبيدخل الحلبه عند تودو وبيتفاجئ كل الموجودين لما بيشوفوا حالته الصحيه. لكن تودو بتعتذر له وبتقول انها مش هتقدر تتهاون معاه رغم حالته لانها متحمسه للقتال ده وبتفكر فيه من ساعه ما قابلته اول مره. فبيقول لها ان هو كمان متحمس للقتال ده ومش هيجيب العار لنفسه ولا ليها ولا لاي حد بيدعمه. بيقسم انه هيستخدم كل قوته وهيتغلب عليها في النهايه، وبتبدا المعركه بعد كده وبيبدا ايكي باقوى هجوم عنده وبيستخدم في كل قوته. فبيحس كل اصحابه بالقلق عليه لان ده تهور كبير، ولكن ستيلا الوحيده اللي كانت واثقه في خطته. لما تودو بتلاقيه بيستخدم كل قوته بتقرر تستخدم كل قوتها هي كمان، وكانت واثقه ان هي تقدر تتخلص منه بضربه واحده لانه من المدى القريب ده لعبتها. لكن ايكي بيخرج كل قوته وبيتخطى حدوده لاول مره وبيضرب ضربه واحده بس بيقدر يدمر سيفها ويخليها تفقد الوعي. بيتصدم اكازا من اللي حصل ومش بيصدق نفسه وبيشك ان تودو تهاونت معاه، ولكن المعلم
بتاعها بيقولوا انها استخدمت كل قوتها بالفعل، ولكن ايكي تخطى اخر حدوده في اللحظه الاخيره واستخدم كل قوته علشان يتغلب عليها في اقل من دقيقه. لكن اكازا مش بيتقبل ده وبيتحرك ناحيه الحلبة علشان يتخلص من ايكي بنفسه ويستغل ارهاقه بعد ما استخدم كل قوته. لكن ستيلا مش بتسكت وبتروح تتخلص منه، وبعدها بتروح لايكي وقتها بيحس ايكي بالدفى وبيدرك ان الدفى ده هو اللي انقذه من اللي كان فيه. وبس كده يا برو، كده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص وانا خلصت معاه بصراحه، ما عادش قادر. ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وللمره الثانيه باكد عليكم ما تضيعوش الشهر ده، وحاولوا انكم تصلوا على قد ما تقدروا وتصلوا النوافل وكده يعني، ويا رب تخشوا الجنه. وسبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، وسلام.